النوم من 7 ل8 ساعات بيقوي المناعة والمزاج. شرب المية من 6 كوبايات ل8 كوبايات يوميا يحسن البشرة والتركيز. 20 دقيقة مشي يوميا يقلل من التوتر ويحسن الصحة. 10 دقايق قراءة يوميا توسع التفكير وتقوي اللغة. التعرض للشمس الصبح بيزود فيتامين د. ترتيب الغرف يقلل من التوتر ويحسن المزاج. كتابة المشتريات قبل النزول تمنع الصرف الزيادة. الضحك يقلل التوتر ويحسن المناعة. الإكتار من السكر يقلل الطاقة ويزود التعب. الكلام الطيب يغير مزاج البيت كله. كتابة أفكارك بتقلل الضغط وبتوضح الحلول. أول 10 دقايق في يومك بتحدد مودك لآخره. إيقاف الإشعارات يقلل التوتر ويزيد التركيز. أخذ استراحة قصيرة أثناء الشغل يرفع الإنتاجية. صديقة واحدة صداقة تكفي عن 1000 علاقة. مش كل الناس لازم تفهمك، المهم اللي يستاهل يفهم. اتعلمي تقولي لأ أول خطوة للراحة. الحياة مش سباق، امشي على قد طاقتك. مش كل حاجة نزعل عليها، في حاجات بتروح علشان الأحسن يجي. اختاري الناس اللي بيريحوا قلبك مش اللي يتعبوه. عيشي يومك بكرة بيد الله. اعملي الخير وسيبيه، ربنا هيبعتهولك في وقت احتياجك. لو تعبتي استريحي بس ما تستسلميش. الكلمة الطيبة بتغير يومك ويوم اللي قدامك. الهدوء مش ضعف، الهدوء قوة بتخليك تشوف الصح. اعملي اللي تقدري عليه وسيبي الباقي على ربنا. دايما في خير مستخبي، يمكن محتاجة تصبري شوية. السعادة مش في الكتير، السعادة في الرضا بالقليل اللي بيريح. تابعني، يمكن فيديو واحد يفتح لك باب فكرة جديدة. تابعني وخلي حياتك أبسط وأسهل وأحلى كل يوم. لو عجبك الكلام تابعني وخليك جزء من يومي.